ازاي تتجنب ان يجيلك سرطان وان يجيلك شيخوخه مبكره في جسمك واعضائك. وعشان نتجنب كل ده لازم نفهم ايه هي الانتي اوكسيدنت، وقبل ما نعرف ايه هي مضادات الاكسده لازم نفهم ايه هي الفري راديكال. لا ده احنا نعمل لايك وفولو بقى، يلا بينا. الجسم بيعمل عمليات الايض، وعمليات الايض دي بتتمثل في عمليات الهدم والبناء. واي عمليات هدم وبناء يا صديقي بينتج عنها مخلفات تصنيع. اهي مخلفات التصنيع دي بقى هي الفري راديكال، ودي بتكون مهمه للجسم عشان بتشغل الجهاز المناعي، عشان لازم يتخلص منها. طب ما حلو يا صديقي، اما المشكله فين بقى؟ المشكله لما الفري راديكال ديت بتزيد، لانها بتكون عباره عن ذرات ناقص عندها الكترون، فبتروح بقى تاخده من اي خليه. فالخليه بقى اللي اتاخد منها الالكترون ده بيبقى ناقص عندها الكترون، فبيتحول برضه هي فري راديكال، وبتفضل بقى الدايره دي شغاله. فبيجي بقى ساعتها دور مضادات الاكسده، ودي بيبقى عندها الكترون زياده، فبتروح مديها بقى للفري راديكال عشان ما تعملش مشاكل. وبس كده. فازاي بقى الفري راديكال ديت بتزيد في الجسم، ومضادات الاكسده ديت موجوده في اكل ايه؟ فعملنا فيديو بيشرح كل ده بالتفاصيل. ولو استفدت متنساش تعمل لايك وفولو. سلام.